يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا رب، ويا رب كل حد فيكم بيتمنى حاجة ربنا يحققها له اكتر كمان. وكمان شكرا قوي على كل كلامكم الحلو على الفيديو اللي فات. أنا الحمد لله النهاردة احسن كتير والحمد لله بقيت افضل الحمد لله يعني بفضل الله. فقلت بقى اشارككم يومي كده النهاردة كله تنظيفات وحاجات حماسية بقى وكده قلت اشارككم اليوم ده كان عامل ازاي. بصوا بقى اول ما صحيت كده فتحت الهوا يغير طبعا جو الشقة وكده ويدخل شمس وحاجات. وجيت بقى فتحت دي الدفاية دي كان طقم على بعضه ده من جهازي حلوة جدا عشان كده قلت اصورها لكم. اول مرة كنت اطلع الخداديتين افرشهم. أنا كنت دايما بفرش الدفاية بس وما بفرش الخداديات، فعشان كده الخداديات كانوا جداد فقلت بقى اشارككم اللحظة دي. بصوا شكلها حلو قوي، قلت اخلي السرير يبقى شتوي بقى فاهمين اجواء شتوية شوية. بس ففرشت الدفاية دي وشلت الملايات خلاص، هي ما شاء الله كبيرة وبتبقى مغطية قوي وقيمة قوي يعني. دي من 5 سنين قبل ما الدفايات بقى تنتشر وكده، بس ده كان طقم على بعضه فكان قيم وبجد الماتيريال بتاعته حلوه قوي. فانتوا لو لقيتوا البراند ده في اي مكان اشتروه على ضمانتي. عطرت بقى الاوضه كده وشفطتها كلها بالمكنسه عشان يعني المعطر يثبت. بترشه على السجاد الستاير الفرش بتاع السرير بيبقى زي الفل. وبعدين بقى خرجت كده من الاوضه خلاص قفلتها. كان طبعا في جبل كده من الغسيل زي ما انتوا شايفين، فعملت دورة الغسيل الاول قبل ما ابتدي باقي اليوم عشان والغسالة بتشتغل اكون انا خلصت حاجة تانية. تمام. دخلت بقى بعد كده على المطبخ خلاص الحمد لله خلصته. ما شاركتش معاكم وانا بعمل الحاجات وكده لان الفيديو اللي فات كان فيه تنظيفات للمطبخ عميقة وكده، فقلت ايه مش كل فيديو هننوع. وهنا بقى كان عندي طماطم، هقول لكم بعمل ايه في الطماطم برضو قبل ما تبوظ مني يعني بعد يومين 3 كده. باخد اللي هي بقت طرية شوية بعملها صلصة. بغسلها كويس وبقسمها نصين واشيل منها الحاجات اللي هي بتاعتها الراس اللي فيها دي، وبسيبها على نار هادية تستوي كويس. وبعد كده بضربها في الكبة واشيلها كده في الفريزر. عملوا بقى كيس كيسين بينفعوني ومنجزين جدا جدا جدا. وهروق على نفسي بقى. كان عندي سندوتش البرجر ده كده من امبارح من قبلها بيوم، ف ده كان فضل محدش قدر يكمله يعني، فشلته في التلاجة وتاني يوم حطيته في الميكروويف وبس كده. كان زي الفل كأنه لسه معمول. وقعدت زبطت على حالي وخلاص. وفضيت بقى الحاجات زي ما شفتوا كده حرنكش وحاجات فضيتها في التلاجة من اكياسها وكده، وطلعت روقت ترويقة بسيطة. بصوا بقى هحكي لكم وانتوا شايفين انا بعمل ايه. لما انا عادة بحب لما انام اكون من الانتريس عشان اصحى الاقي الشكل كده يبقى ايه فتح نفسي على اليوم يعني. تمام. بس اليوم ده عشان كنت تعبانة وكده فكنت اول حاجة حبيت اعملها حتى لو ترويقة خفيفة. عارفين ما تفضلوش تأجلوا الدنيا لما تلاقوا كل حاجة بتتراكم عليكم. يعني ترويقة خفيفة كده، ظبط الخداديات ظبط المفارش مش عارف ايه كذا لحد ما تقدروا تقوموا بقى تعملوا بقى تكنسوا وتمسحوا وتنضفوا تنظيفات عميقة. فاهمين؟ وهي الحقيقة ايه بقى غير غسيل بيتنشر وغسيل بيتطبق وغسيل عايز يتغسل وغسيل مش عارف ايه فاخدت الغسيل على طول كده. برضو الحركة دي بتفرق معايا قوي. لازم باخده انشره على طول علشان خاطر ما يكمكمش او ريحته تغير او كده ويفضل ريحته حلوة. كنت بستخدم المرة دي الاريال اللي هو اللي بالدوني ده حلو قوي، وبرضو اللي باللافندر الاتنين دول حلوين قوي. وده الغسيل اللي كان اللي اتلم اللي هو عايز يتطبق. كنت بوريكم الفيو علشان دي حضانة اسيا اللي كانت هناك بعيد دي. بس هنا بقى دخلت على معركة الصالة. بصوا بقى اي حد في ايده اي حاجة بيحطها هدوم سجادة الصالة ازدالي مش عارف بصوا اي حاجة بتتحط على السفرة يعني. تمام. فجيت ايه بقى اهم حاجة بس عايزة اقول لكم عليها وانتوا بتشتغلوا كده او اول لما تصحوا من النوم شغلوا صوت القرآن كده في البيت بيبقى حلو قوي. لو ما عندكوش راديو مش مشكلة، شغلوا عادي على التلفزيون قناة القرآن او على يوتيوب او على يعني المهم ان انتوا تشغلوا قرآن في البيت. حقيقي بيفرق قوي في النفسية وفي جو البيت وفي نفسيتكم انتوا بيدوكوا يعني تحسوا ما بيديكوا
طاقة كده وباور وطبعا بتاخدوا حسنات بقى على كل حاجة ايه بتسمعوها ولو هترددوها. والحاجة بقى اللي انا عايزة اقول لكم عليها كمان ان مع الوقت بتحفظوا معاه. تمام. فحلو قوي. التابلت ده تابلت يعني هو مش تابلت، عامل زي السبورة كده بس ذكي، مش فاكرة اسمه ايه، اللي هم وليه قلم بس القلم كان ضايع فجربت لكم بأي قلم ألوان. بتكتبوا كده بالأي قلم أو حاجة عليه وتضغطوا في الزرار اللي في النص، كل اللي انتوا كتبتوه بيتمسح. مفروض ان ده يعني علشان خاطر اسيا يعني تبقى ترسم عليه وكده، انت طبعا لسه مش بتعرف تكتب والكلام ده، وتضغط يتمسح. بس انا برضو جات لي فكرة ليه، ان هو لو انتوا مثلا ممكن تعلقوه في المطبخ وكده وتكتبوا عليه مثلا احتياجاتكم، الطلبات، محتاجة اجيب سكر زيت مش عارف ايه، تكتبوا عليه حاجة تحفزكم، فهيبقى حلو قوي. تمام. بس هو ده بتاع اسيا، لو هجيب تاني هجيبه وهعلقه في المطبخ، اعمل زي ما بقول لكم كده. بس كنت سايبه الطبق جنبي ليه مش راضيه اشيله، عشان هتشوفوا دلوقتي بينفعني جدا جدا. لما باجي اطبق الغسيل وكده بحط في الطبق وادخل بيساعدني بدل ما افضل اخد حاجه ادخلها وارجع اخرجها وكده. بطبق كله كده على السفره، هي السفره قدام البلكونه على طول زي ما انتوا كده شفتوا. وبروح بقى لماهم كلهم بقى في الطبق وبدخلهم على طول. تمام. كمان بقى شوفوا بقى هطبق ازاي. بصوا كنت بوريكم كده، لا 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 التطبيقه اللي هي زي بتاعه المحلات دي على فكره سهله لو اتعودتوا عليها، وبتخلي الهدوم لما تيجوا تسحبوا اي حاجه من الدولاب، بيجامه، طقم، اي حاجه تسحبوها على بعض وما يبقاش في كركبه في الدولاب، وما تحتروش كتير وحاجه تضيع من حاجه وكده. فقعدت بقى اطبق الغسيل اللي هو بصوا ده ارخم حاجة حقيقي والله العظيم، ما بحبش اطبق غسيل والمه. يعني انا انشر يعني تمام ماشي، ببقى حابة ان انا انشر اسرع علشان الهدوم ما تكمكمش او كده، لكن في ان انا بقى ادخل الهدوم واطبقها ازمة حياتي. حتى كنت بقعد اقول لكم على الانستجرام تقولوا لي احنا كمان وكده ودي اكتر حاجة رخمة وبتاع. فبصوا التطبيقة دي حلوة قوي، فرحانة بيها قوي. المهم طبقت بقى كده كل الحركات دي كلها، الفوط بلفها كده رول. لو انا هحطها يعني اللي انا بستخدمهم. تمام. لو التانيين ببقى مطبقاهم عادي تطبيقات عادية. وهدومي بقى كل الهدوم كده، وبعد كده بحط في الطبق كده جنبي كده، الطبق لملي كل الهدوم، هاخدها بقى وهدخل جوه احط ايه كل حاجة بقى مكانها وكل حد في دولابه يعني. وبعد كده هاجي بقى نخلص مع بعض بقى ايه السفرة والانتريه وننضفهم بقى تنظيفة محترمة مع بعض. المهم طمنوني، انا قاعدة برغي من ساعتها وما سألتكوش انتوا عاملين ايه واخباركم ايه. بجد والله فارقين معايا جدا وبجد بحبكم قوي والله العظيم من كل قلبي. متنسوش تسيبولي بس رأيكم في الكومنت وشاركوني كده لو في حاجة انا بعملها انتوا بتعملوها اسرع او بتعملوها بطريقة افضل قولولي، يعني نشارك بعضينا. المهم البرواز ده مش مكانه، ده هو عشان بس مكسور، هو المفروض متعلق في الانتريه. بصوا مع البراويز اللي هي جاية في المراية دي، بس عشان ده مش مكسور، اتكسر من اول مرة يركب يعني، فمحطوط كده لحين تصليحه. وجيت بقى ألمع المرايات ولمع كل حاجة كمان. عشان سألتوني على الرانر بتاع السفرة والرانر بتاع الانتريه والكوشنز، دول انا مش شاريهم من حتة، دول قماش، انا شارية القماش وانا اللي جايبة الديزاين وعاملاه. عملته كمان عريض، بتتحكمي بقى براحتك. يعني انا عملت الرانر بتاع السفرة لو انتم ملاحظين مش عاملاه رفيع وفي النص بس، لا معرضة شوية، علشان السفرة لما بنحط الرنرات الرفيعة دي كل شوية بتبقي عايزة تلمعي السفرة وبتلم تراب وكده، لان طبعا انا برضو على الشارع يعني التراب بيدخل كتير. فعملته عريض بتاع اللي انا كنت جايباه في جهازي كان الرفيع اللي في النص ده. المرة دي بقى عملته عريض علشان التراب ما يحصلش بقى ان السفرة كل شوية تبقى متطربة وتتمسح وبتاع وكده. وعملت من نفس القماشة دي رانر للانتريه والكوشنز اللي انتوا شايفينها دلوقتي في الفيديو، هتشوفوها دلوقتي في الانتريه اما نيجي ننضف الانتريه سوا. فهو ده كان تكلفة اقل وكان ديزاين زي ما انا حابة، لان انا لو جيت اشتري ده من بره هلاقي الرانر يبقى رفيع اللي في النص ده، وانا ما كنتش عايزة الرفيع.
فبقى عملت بقى بمزاجي، وعملت كوشنز كتير قوي براحتي، وعملت اسود سادة، وعملت اللون ده اللي هو الابيض في اسود اللي هي زي بتوع ايكيا. تمام، هي الرسمة دي مشهورة قوي ان هي بتاعت ايكيا، حتى عاملين منها سجاد ورنرات وعاملين منها كل حاجة. يعني دي اول ما طلعت كانت ان هي بتاعتهم، بس عاملاهم بقالي فترة طويلة، ممكن داخلة على سنة او اكتر. بس الديزاين الاولاني او الطقم الاولاني اللي كان عندي كان كشميريات بقى، كشمير، كان السفرة ليها كشمير، وكانت الستاير برضو كانت رمادي، وستاير الانتريه كانت كشمير. فكان بقى ايه عاملين ماتشنج مع بعض كده، حتى يعني كل الحاجات كانت من نفس الحاجة. اما جيت غيرت بقى لي شوية سنة ونص هو ولا حاجة، غيرت بقى الاسود، عملت اللي هو القماش اللي هو الابيض في اسود ده، وعملت الستاير سودا، كل ده متغير. وبصراحة حابة كده اكتر، يعني مايلة لكده اكتر. والفرو عشان برضو سألتوني عليه، انا جايبة ابيض وجايبة اسود. الاسود عاملاه كده على ايد الانتريه، هتشوفوه دلوقتي. والابيض كنت عاملاه على كنبة تانية في الانتريه، وبعدين غيرته وحطيته على البار، وساعات بغير احطه على السفرة واعكس يعني بصوا بغير فيهم كل شوية. فده احسن حاجة، يعني برتاح نفسيا من التغيير. حتى السفرة والانتريه بدخلهم يعني ادخل ده مكان ده واطلع ده مكان ده يعني كل فترة كده. بس ده اكتر ديزاين ارتحت له في الريسبشن بصراحة، يعني اكتر حاجة. عايزة اقول لكم كمان ان الفوط المايكرو فايبر ما عجبتنيش خالص في تلميع الازاز، بتغير ما عجبتنيش، ما حبيتش، يعني ما حبيتهاش خالص في تلميع الازاز. حاسه المناديل والورق بيبقوا احلى كتير. بس طبعا هجيب جرايد منين دلوقتي؟ فالمناديل حقيقي بتبقى احلى كتير، رغم ان انا بلمع هو بجلانس وكل حاجه. المهم كده كنت خلاص رتبت كل حاجه وفرشت وروقت. طلعنا بقى للانتريه. اهي الكوشنز اللي انا بقولكوا عليها الوانها اسود سادة وابيض في اسود. فلمعت برضو الحاجات، الترابيزة وكده. الترابيزة دي بجد ما بستغناش عنها، انا كنت حطاها على جنب علشان يبقى الانتريه مساحته اوسع في النص وكده، بس لا، عايزه اقول لكم ان انا اصلا باكل وبشرب وبقعد وبعمل كل حاجه على الترابيزه بتاعته دي. فلا، مش هشيلها مهما كانت مضيقه، مش هشيلها، بعمل عليها كل حاجه. بس فرشت بقى كل الحاجات اهو. وجيت بقى ايه اخر بقى مرحله. بصوا الانسان كده مرتاح ما بيقعد في مكان نضيف، حقيقي والله ربنا يديم علينا نعمه الصحه، ويديم علينا ان احنا نبقى في مكان نضيف. حتى لو هو ايه، يعني مش شرط ان هو اغلى حاجة في الدنيا، ولا شرط ان هو المكان فين او كذا، بس اهم حاجة ان هو يكون نضيف. دي بقى ترابيزة التلفزيون برضو نفس الكلام، بلمعها، ولمعت كل كده الحاجات كده ريحة نظافة في المكان. وهعمل بالمكنسة كمان دلوقتي معاكم. المكنسة بقى بتعامل معاها معاملة كذا حاجة، مش الحاجة واحدة. بعمل فيها ايه؟ بمسح بيها بشفط بيها عادي السيراميك والسجاد والكراسي، لازم يعني كل لما اجي اعمل بشيل القطعة اللي تحت دي وبعمل. بس انا عملتها معاكم قبل كده كذا مرة، فقلت ايه ما صورتهاش في الحتة دي. خلاص خلصت السيراميك، وهخلص بيها السجاد، وهطلع بيها بقى على الكراسي، اشيل القطعة دي واشفط الكراسي برضو كلها من اي تراب، حتى لو مش واقع عليهم حاجة. فاهميني؟ يعني عشان مثلا تراب الشارع او البلكونة او كذا، تشفط برضو كل الاتربة اول باول من الكراسي، عشان تفضل ايه الانتريه والسفرة والكراسي بتاعتكم نظيفة على طول، بتساعد قوي. وبرضو ممكن تعملوا بيها الستاير. لما بشيل ايه اسمه ايه ده، السفنج ده اللي هو بتاع الانتريه، واعمل من تحته مثلا. بصوا بتنجزني في كل حاجة بصراحة. وبس كده الدنيا بقت زي الفل. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير. ويلا